الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو سعد. عندنا بعض الاختبارات اللي تثبت أن العسل طبيعي وغير مغشوش. طبعا العسل هذا معروض للبيع. أول طريقة اللي هي الانسيابية. كون العسل ينزل بانسيابية وما ينقطع، فهذا دليل على عدم احتوائه لأي محلول مائي سكري. ينزل بانسيابية مهما تركت من الوقت. والطريقة الثانية طبعا اللي هي طريقة الترشيح، يعني نأخذ نقطة واحدة من العسل ونحطها على قطعة منديل أو أي شيء قابل للتشرب. ننظر إذا تشرب المنديل بالعسل فهذا يدل على وجود محلول مائي سكري. إذا لم يتشرب طبعا هذا يدل على أن العسل طبيعي. حتى لو لاحظنا من الخلف العسل ما يتشرب أبدا، ما يتشرب، يبقى نقطة. الطريقة الثالثة اللي هي من خلال عود كبريت، نغمسه في العسل، رأسه نغمس الكبريت في العسل ثم نشعله. نلاحظ أن الكبريت يشتعل بالكامل، يتحول إلى أسود، فهذا يدل على عدم وجود أي محلول مائي سكري في العسل.